عمرك لاحظت انك بتفتح مثلا تطبيق زي تيك توك او انستجرام او فيسبوك وتلاقي نفسك تقول والله انا هقعد دقيقتين بس، طب هقعد 5 دقايق بس، وفجأة الموضوع يدخل في ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وتحس ان انت مش قادر تسيب الموبايل من ايدك؟ اكيد ده بيحصل معاك. او مثلا تتفرج على فيديوهات اكل وانت شبعان وتلاقي ان انت فجأة جعت وفجأة بقيت عايز تاكل وممكن تطلب تاني مع انك انت كنت لسه واكل. يا ترى ليه ده بيحصل؟ خليني أقولك على واحدة من أخطر الحاجات اللي بيستخدموها ضدنا في العالم الحديث، وهي المحفزات الفائقة. في عالم عمل تجربة غريبة في السبعينات، جاب بيض صناعي وبدأ ان هو يكبره، بدأ ان هو يلونه بطريقة معينة ويحطه في عشش الطيور عشان يشوف الطير هيتعامل مع الموضوع ده ازاي. اكتشف ان الطيور بتتعامل احيانا برعاية اكبر واهتمام اعلى بالبيض كبير الحجم الصناعي ده احيانا اكتر من البيض الاصلي. يا ترى ليه؟ بسبب العلماء هنا بقى قالوا ان عشان البيضة الصناعية شكلها كان بيحفز الغريزة اكتر بسبب حجمها ولونها، فخلى الطيور تهتم بيها اكتر حتى لو كان البيض ده مش حقيقي وشيء وهمي تماما. العلماء سموا الموضوع ده المحفز الفائق. عشان كده ببساطة أي شيء مصمم بيبالغ في استثارة غريزة طبيعية عندنا بيخلي ردود أفعالنا غريبة وعندنا أنماط إدمانية. على سبيل المثال الأكل اللي هو الفاست فود، هنلاقي إن فيه كمية دهون وكمية سكر وكمية ملح بنسب خرافية بتخلي مخك يقوم قايل واو، حتى لو جسمك مش محتاج الأكل ده ولا محتاج الأمر ده. كذلك تطبيقات السوشيال ميديا مصممة ان هي تديك جرعة سريعة من الدوبامين عشان تخليك تتعلق بالشاشة اكتر وتتعلق بالسوشيال ميديا بشكل كبير. كذلك الافلام والمسلسلات اللي بنتفرج عليها بتصمم ان الصور المعبرة تبقى بتثير الغرائز جوانا عن طريق الالوان وعن طريق المشاهد وعن طريق اشياء اخرى كتيرة جدا عشان يعلقونا بالفيلم او المسلسل او غيره من الاشياء التانية دي. عالم قال ان عقل الانسان مش مبرمج ان هو يتعامل مع كل الكميات المبالغ فيها دي من المحفزات اللي حوالينا، وعشان كده في دراسة اتنشرت لو ان الناس اللي بتتعرض لمحفزات فائقة بدون وعي بتبدأ ان هي مع الوقت تفقد سيطرتها على اتخاذ قراراتها وبتميل الى الاستهلاك وانماط الادمان المبالغ فيها بدون اي وعي تماما. يعني لو فتحت تطبيق اكل وانت زهقان ممكن تطلب وجبة انت مش محتاجها اصلا، بس لان شكلها مصمم ان هو يهيج الرغبات اللي موجودة جواك. وده بيحصل طول الوقت من طريقة عرض البراندات في الإعلانات لتصميم الألعاب للتطبيقات اللي موجودة على السوشيال ميديا للأفلام والمسلسلات وغيره من الأشياء اللي بنقع في فخها كل يوم. الخلاصة هنا مش كل حاجة شكلها مبهر أو بيدي إحساس عالي يستحق وقتك أو طاقتك. اسأل نفسك دايما هل أنا فعلا محتاج ده ولا هو بس مجرد محفز فائق بيضحك على مخي؟ عشان كده مهم ان انت تبدأ تلاحظ النوع ده من الحيل. هتلاقي نفسك مع الوقت بتستعيد جزء كبير من تحكمك في حياتك وتركيزك وحتى سعادتك، وهتلاقي نفسك حياتك أصبحت أفضل وأصبحت أحسن. وخد بالك من فخ المحفزات الفائقة لأنه بيؤدي إلى أنماط إدمانية كتيرة جدا وبيزود الاستهلاك عندك بدون وعي وبدون حكمة.